واخيرا الزمالك يتوج ببطوله الكونفدراليه ويصبح بطل القاره لعام 2024. من اراد المتعه في كره القدم يروح يفتح قناه التت ويتفرج على هشك بش، ولكن المره دي من غير متعه الزمالك يتوج ببطوله افريقيه، لانه لما بيلعب كويس بياخد على وش. النهائيات تكسب ولا تلعب يا قلبي دي شامونجو. فلا تسالني عن الاداء، لان الزمالك يوم ما عمل اداء بشلوت قفشه اللي هو عم البيضه الطريه في نهائي القرن من عذاب وداد. مبروك من كل قلبي لكل زرايبي زملكاوي التتويج بكاس الكونفدراليه والحصول للمره الثانيه في تاريخه على بطوله ضرب العشش الافريقيه، لان بعد ما الاتحاد الافريقي لقوه حصلها في كل البطولات علشان يكسب جابوا له اكاديميات. في الوقت ده الزمالك يكسب عن جداره بدايه من ارتا سولار لحد دريمز الغالي. يا عم ده فريق اسطوري كسب ارتا سولار اللي كان كسبه في ارضه وكان هيخليه يحلل ويطلع من البطوله ويعمل سونار. بعدها الزمالك توهج في المجموعات وعمل مدعكه كرويه وكان احسن فريق في المجموعه علم مسلم والبط الغاني والوز الانجو. طبعا هيطلع واحد زملكاوي يقول لي الشيخ اكتر، اقول له ده اكيد ده انا مطرب قديم وفي كاس السوبر الافريقي هنخليكم شويه حد. واخيرا وليس اخيرا مبروك مش من قلبي لنادي الزمالك العظيم التتويج باقوى بطوله في القاره الافريقيه.